بدير هات خالد بيه وتعالوا بسرعه. جليله رسلنا رمت نفسها من البلكونه. ايه ده؟ ده نقيب الممثلين. مساء الخير يا دكتور، اهلا بيك. ايه؟ حصل امتى وازاي؟ في يا طارق. انا مش قادر اصدق اللي انت بتقوله. طيب انا جاي حالا. يا طارق في ايه؟ تمام مع السلامة. مصيبة يا ايناس. مريم طارق اخوكي بيتصل. ايوه يا طارق. انت فين؟ لازم اعدي عليكي دلوقتي حالا. اختك جليله وقعت من بلكونه الاوتيل في اسكندريه وحالتها خطر. مدام جليلة وصلت لنا بجرح سطحي في فروة الراس وفاقدة للوعي تماما. كان في اشتباه في كسور، بس الحمد لله هو شرخ بسيط في ضلع من الضلوع وبعض الكدمات. احنا طبعا عملنا لها كل الاسعافات الاوليه وعملنا اشعه مقطعيه ورسم مخ مبدئي. في ارتجاج خفيف بس ما فيش ما يشير لوجود نزيف داخلي، بس التحاليل وضحت ان في اثر مخدر في جسمها. ايه حكاية المخدر ده يا دكتور؟ هو منوم قوي بس واضح ان دوز زياده شويتين. دكتور، ممكن تقولي بصراحة في خطورة على حياتها؟ صراحة أي إصابة زي دي فيها خطورة، لكن الوضع الحالي مطمئن إلى حد كبير. هي هتفضل هنا في الرعاية وهنتابع حالتها ساعة بساعة لحد ما نطمن تماما إن ما فيش نزيف داخلي أو كسور خطيرة. خير يا مريم، خير. طيب اوكي تمام. ايه الأخبار؟ شرخ في الضلع على شوية كدمات. هو ايه اللي انا قريته ده؟ محاولة انتحار. انت عارفة جليلة مخها مفوت. يعني هي مسافره اسكندريه تحضر افتتاح فيلم فجاه تقوم تنتحر؟ حبيبتي، ما باباكي بيقولك إنها مش طبيعية، وبعدين عموما هي بقت كويسة خلاص يعني شوية. وليه ما يكونش حد حاول يقتلها؟ انت شاكة ان انا اللي عملت كده مثلا؟ هو انت ينفع تعمل كده؟ هو انت ممكن تقتل اي حد اصلا؟ انت بتقول ايه يا بابي؟ ما هي غريبة شوية اللي انتي مهتمة قوي بجليلة كده. هي مصر كلها بتتكلم في الموضوع يعني، مش انا بس. هو انت تفتكر ان في حد ممكن يشك فينا؟ اكيد لا. خلينا في المهم. انت لازم تمثلي بوسط تعاطف مع جليلة. الناس متعاطفة معاها جدا وسكوتك هيتفسر بشكل تاني. أكيد لا، أنا معرفش أنافق. خلي منى تكتبهولك لو ايدك مش مطوعة. ما انت لو ما عملتيش كده الناس مش هتسيبك في حالك. اسمعي كلامي واعملي البوست ده وهتطلعي ترند واورجانيك. هو انت ليه بتعاملني على أساس إن أنا تافهة؟ أنا لو هكتب البوست ده مش هكتبه عشان ترند وزفت. أنا هكتبه عشان انت عندك حق إن الناس مش هتسيبني في حالي. كلهم هيطلعوا ملايكة وأنا اللي هطلع شيطانة في الآخر. يا رب السوشيال ميديا دي تختفي. أنا ماشية. الدنيا قايمه ومش قاعده. الميديا كلها ملهاش سيره غير اللي حصل لجليله، واشاعات بقى خدي عندك اشاعات قد كده، كل واحد ماسك لي موبايل بيفتي. انت ساكته ليه يا هبه؟ ما تتكلمي ولا تطلعي تقولي حاجه.
هتقول ايه يعني بس يا اسرار؟ وبعدين اهم حاجه نطمن على جليله دلوقتي. السوشيال ميديا ايه وزفت ايه؟ كده كده مش هينفع اقول حاجه غير لما جيلة بنفسها تقول لي اقولها. ما انت عارفه النظام يا اسرار. يعني ايه؟ هنفضل سايبين الناس كده عماله تقول انها كانت عايزه تنتحر؟ ما احنا عارفين انها ما حاولتش تنتحر، وانا وانت متاكدين مين اللي عمل كده. برضه هقول لك لا، احنا ما نعرفش حاجه، والله اعلم ايه اللي حصل. ان شاء الله هي بس تقوم بالسلامه وتقول لنا كل حاجه. شفتي البوست اللي منزلاه نهله؟ شفته طبعا، وكنت متاكده ان هي مش هتفوت الفرصه دي. شمتانه ولا ايه بنت لا لا، مش شمتانه، او يعني اكيد شمتانه بس مش قايله كده. قايله انها متاثره وزعلانه ومتضايقه وبتدعي لها تقوم بالسلامه. اهو كلام سوشيال ميديا طلع بيترند من الصبح. عقبال ما ندعي لها وهي محذوفه. الحمد لله مدام جليلة فاقت. كل اللي فاكراه ان انا خدت منوم بعد العشاء. نمت لقيت نفسي هنا، مش فاكرة اي حاجة تاني. والعشاء اللي حضرتك اتعشتيه ده كان من الفندق. ايوه. حسب التقرير الطبي كمية المادة المخدرة اللي كانت موجودة في جسمك أكتر بكتير من الحباية البسيطة اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنها. انا ما خدتش اي حاجة تانية غير النوم بس. طب وبالنسبة للأكل مفيش أي حاجة لفتت نظرك؟ طعمه غريب مثلا أو حاجة تانية لفتت نظرك فيه؟ لا ما كده. هو من خلال التحريات ومعاينة رجال البحث الجنائي في يقين إن في شخص دفعك من البلكونة. الشخص ده رغم إنه مش سايب أي بصمات سواء على الإزاز أو على البلكونة، إلا إن في دلائل ثابتة بتبين إن الشخص دفعك وإنت غايب عن الوعي. السؤال بقى مين ليه مصلحة في حاجة زي كده أو مين عايز يأذيكي؟ هو في حياتي في ناس ما بتحبنيش، بس مش لدرجة إن هم يقتلوني. يعني أفهم من كده إن حضرتك ما بتتهميش أي حد؟ لا أبدا. على فكره شاهر سايبك خالص. البوست بتاعك بيتهاجم والناس بتقول انك بتنافقي. ما تكلميه يتصرف، مش هو اللي قالك على البوست ده. المشكلة إن اللي بيقول الكلام ده هو جمهور جليلة. ما هو ما ينفعش يعني في وسط اللي هي فيه تعمل حملة عليا. انت ليه نسيتي هبه الباروني؟ هي هبه الباروني مستنيه جليله تقول لها على حاجه؟ لا